في الدنيا يظهر اعلانك قدام العميل كتير. اشترى ما اشتراش ملوش دعوه، تفاعل ولا لا ملوش دعوه، بعت لك مسج ولا لا ملوش دعوه، دخل على الويب سايت ولا لا ملوش دعوه. والله انت شاطر، حطيت الكونتنت قوي فيه هوك حلو جدا، فداس على الاعلان دخل اشترى منك، خير وبركه. اساسه اصلا يشتري؟ لا. الترافيك فيسبوك بيقول لك الاوبجيكتيف ده بيوديك للاودينس او لليوزر او للناس اللي ممكن تدوس على الاعلان بتاعك، على الكليك، على اللينك. اي لينك يطلعه من فيسبوك يوديه في حته ثانيه. وداه ويب سايت ماشي، وداه على الواتساب ماشي، وداه على الابلكيشن ماشي. هل غرضه يجيب مبيعات؟ طب لو الاعلان ده مثلا حطيت 100 جنيه، ده رقم اعتباطي، حطيت 100 جنيه هيوصلني لمليون واحد. الترافيك هيجيب 750 بس فيهم ناس بتكليك. طب والله الويب سايت بتاعي سريع والاعلان كان قوي والاوفر كان قوي، فالناس داست على الاعلان ودخلت الويب سايت اشترت، خير وبركه. اساسا يشتري؟ لا. فالترافيك هيودي الاعلان بتاعك للناس اللي بتحب تدوس على الاعلانات وتطلع من فيسبوك. انجيجمنت، الناس اللي بتحب تتفاعل مع الاعلانات على فيسبوك، لايك، كومنت، شير، سي مور، سيف بوست، كل ده انجيجمنت. يدوس على الاعلان يعمل كول، انجيجمنت. يبعت لك مسج، انجيجمنت. بس هيشتري؟ لا. بيجيب لك الناس اللي ممكن تدخل الماسنجر عندك تتكلم معاك. طب لو بعت، شطاره مودريتور. لكن هو اصلا المفروض يبيع لك؟ لا. نفس المثال، لو قلنا 100 جنيه عملنا بيها اعلان، هنا يجيب مليون، هنا 750، ده ممكن يجيب 500 بس، 500,000. ليه؟ العميل هياخد اكشن زياده، مش مجرد هيشوف الاعلان، مش مجرد هيكليك، هو هيعمل اكشن تقيل سن. هيعمل شير عنده، هيخش الماسنجر عندك، هيسيب لك كومنت، هيعمل سيف، فده اكشن تقيل. كل ما الاكشن تقل على فيسبوك وعلى اي منصه، كل ما فلوسه بقت اعلى. زي ما قلنا مثال، الناس تعمل مسابقات على السوشيال ميديا، والله طلع الاختلاف واكسب، او طلع الاختلاف وسكت. لو مكسب هيروح، لو مفيش مكسب مش هيعمل حاجه. ابعت لي صورتك واكسب مش عارف كام، خد حاجه هديه، هيبعت لك صورته. لكن لو ما قلتلوش خد مكسب، مش هيبعت لك حاجه. الليد هو البوتنشال كلاينت، عميل محتمل ممكن يشتري منك، بس هو جاي يديك الداتا بتاعته، اسمه ورقم تليفونه والايميل بتاعه وعنوانه، اي كده داتا انت عايزها. فهل ده مفروض يبيع؟ مش بالضروره، بس هيجيب لك العميل اللي ممكن يسيب لك الداتا بتاعته. بيعمل داتابيز. بالظبط، يعمل داتا بيز. معظمها بيستخدموها فين؟ بيستخدموها في البيزنسز او في المجالات اللي ما بتبيعش اونلاين. العميل محتاج خد وهات كتير على ما يشتري منك. عقارات بقى، عربيات، بيحجز سيشن مع دكتور، ايا كان. فهيسجل اسمه وحد من السيلز هيكلمه، يظبط معاه، يشوف هو محتاج ايه، انهي خدمه بالظبط، وممكن مواعيده امتى مناسبه، وهكذا. اب بروموشن، بتعمل ترويج للابلكيشن بتاعك. عندك ابلكيشن على الموبايل عايز الناس تحمله، او عايز الناس تشتري حاجه جوه الابلكيشن، لازم يكون محمل الابلكيشن الاول. السيلز، فيسبوك بيقول لك انا هوديك للناس اللي بتشتري اونلاين. والله بقى السيلز ده وديته على ويب سايت، هيروح يشتري من هناك. وديته على واتساب، هيروح يشتري من هناك. وديته على ماسنجر، هيروح يشتري هناك. لان الغرض منه ايه؟ سيلز. فلما تشتغل كامبين سيلز، فيسبوك بيقول لك هودي لك اعلانك للناس اللي بتشتري اونلاين. جبت ترافيك كتير على الويب سايت، وجبت ناس كتير حطت المنتج في السله وما اشترتش، روح راجع الويب سايت وراجع المنتج اللي في السله. لكن فيسبوك ودى الاعلان بتاعك للناس اللي بتشتري اصلا اونلاين. ممكن تكون المشكله في الاخر الزرار مش شغال بتاع الشراء، ممكن اجمالي السعر ضرب في وش العميل رقم كبير جدا، فتروح ساعتها تشوف مشكله المنتج ومشكله الويب سايت. فتاني، فيسبوك عرفنا احنا بنعمل ايه على المنصه بالظبط. كام واحد راح يتفرج على منتج على امازون، رجع فيسبوك لقى اعلانات نفس المنتج. لو رحت اشتريت حاجه من امازون بسعر معين، فيسبوك عارف انت دخلت الويب سايت امتى واشتريت امتى واشتريت بكام، فلما ترجع فيسبوك هيجيب لك اعلانات شبه المنتج اللي انت اشتريته، او شبه سعر المنتج اللي انت اشتريته، ان عارف العميل ده قيمته عامله ازاي، او قيمته كام تحديدا. فهو عارف احنا بنعمل ايه بالظبط. فلما تيجي تقول له انا عايز الناس تشوفني كتير، هيوديك للناس اللي بتفر كتير. اويرنس ده لو استخدمته وانت بتسكرول على الفيسبوك كده، اعلان عدى قدامك ما لمحتوش، عدى قدامك، اتحسب اويرنس. فمش معنى انا بعمل اويرنس هيعد ريتش اهمل الكونتنت، لاني محتاجه وانا بسكرول العميل يقف على البوست حتى لو مش هيدوس. ترافيك، مستني العميل يدوس على لينك يوديه حته بره فيسبوك، هل هياخد اكشن هناك؟ ما اعرفش.
ممكن يدخل الويب سايت عندك يلاقي اول حاجه في الويب سايت بانر كبير كده خصم 50%، راح اشترى. دي شطارتك انت والكونتنت والاوفر، مش شطاره الاوبجكتيف. انجيجمنت، عايز الناس اللي بتنجيج معايا. طب يا مصطفى والله انا ما عنديش حاجه ابيعها اونلاين، سوري ما عنديش حاجه ابيعها في البوست نفسه، بس عندي مودريتور حلو ومش عارف اشتغلها مسجات. اشتغلها انجيجمنت، خلي الناس تكتب لك الكومنتس لان هو رايح الناس اللي بتنجيج معاك اصلا، وهات المودريتور قول له لف على الكومنتات، كومنت ريبلاي او ريسبونس ان مسج، خش ابعت له مسجات. فهي دايما ورك اراوندز، دي كلها تولز